السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ في ناس كتير بقالها فتره شغالين بالافتر افكت وما تعرفش ايه الفرق ما بين لما بدخل الشيب لاير من الفوتوشوب او لما بدخله من الالستريتور او لما برسمه جوه الافتر افكت. واحنا في الفيديو ده هنتكلم على الفرق ما بين الثلاث حاجات وازاي نحول من حاله لحاله. فيلا بينا نبدا على طول. خلينا نجرب لما ندخل اول حاجه من الفوتوشوب. بدوس كنترول اي من الكيبورد عشان خاطر اعمل امبورت لللاير بتاعتي او للملف بتاعي. بدوس هنا وبختار من هنا كومبوزيشن ريتين لاير سايز، بعد كده بدوس امبورت فبيدخل معايا بالشكل ده. بدوس اوكي وافتح من هنا الاقي عندي لاير فيها سكوير مربع ولاير تانية فيها داير، واللاير التالتة اللي هي الباك جراوند ممكن نعمل كنترول ال عشان خاطر نقفلها. اول مشكله بتقابلني لما بدخل الحاجه على الفوتوشوب ان انا لما باجي ازوم او باجي اعمل سكيل وليكن بالشكل ده هلاقي الدنيا بتبكسل معايا على الحواف ومفيش اي حل لعلاج الموضوع ده. تاني مشكله معايا ان انا لو دوست كليك يمين على اللاير وجيت عند كرييت وحبيت احولها لشيب لاير هلاقيها مش بتتحول معايا، لان الافتر افكت ممكن يحول الحاجه الفيكتور لشيب لاير مش الراستر. وزي ما احنا عارفين الفوتوشوب بيبقى عباره عن بيكسلز جنب بعضها، فلما بنبدا نزوم او بنعمل سكيل بيبدا الحاجه تبكسل معانا. عشان كده بنشتغل على الالستريتور افضل او على الافتر افكت. والحاله الوحيده اللي بتخليني اكمل شغل عادي بالفوتوشوب ان الملف اصلا يكون متصمم على الفوتوشوب وانا مضطر استخدمه. فالافضل بالنسبه لي ان انا بدخل الحاجه من ملف الالستريتور، فهدوس كنترول اي تاني وبعد كده ادخل نفس ملف عندي بس مرسوم على برنامج الالستريتور. ادوس هنا دبل كليك واختار من هنا كومبوزيشن واختار من هنا لاير سايز عشان الحاجه تيجي بالمقاس بتاعي مظبوط بتاع اللاير نفسها. كده ادوس اوكي، بعد كده ادوس دبل كليك هنا هيفتح لي زي ما احنا شايفين في الفايل التاني، بس الفرق ان ده ملف الستليتور. لو جيت هنا او هنا وعملت سكيل زي المره اللي فاتت هنا وزومت كده بالشكل ده هلاقي الدنيا برضو بتبدا تبكسل معايا، لكن بيبقى عندي حل ان انا لو دوست هنا على علامه الريسترايز هلاقي البكسله راحت خالص. يعني نشيل كده علامه الريسترايز هلاقي الدنيا طالعه معايا مبكسله. لما بدوس كده بتطلع معايا مظبوطه في الريندر وبتبقى قدامي برضو مظبوطه في المشهد بتاعي. طيب هل دي الميزه الوحيده للملف الالستريتور؟ لا، خلينا نرجع الاول دي تبقى 100% زي الطبيعي بتاعها. الميزه الثانيه في ملف الالستريتور ان انا لو جيت هنا ودوست كليك يمين ومن هنا اخترت كرييت وكرييت شيبس فروم فيكتور لاير هلاقي الدنيا اختلفت معايا في ايه؟ خلينا نبص على الفرق الاولاني اللي انا لو هنا دوست حرف اليو هيفتح لي الخصائص الموجوده بتاعه اللاير الطبيعيه خالص اللي هم 5 حاجات اللي احنا عارفينهم. لكن الخصائص اللي موجوده عندي هنا لما دي اتحولت لشيب لاير بقت مختلفه خالص. يعني بقى عندي ان انا ممكن اتحكم في الباث بالشكل ده. لو دوست هنا كده ممكن اتحكم هنا واتحكم هنا، وطبعا احط كي فريمات ويبدا الشكل بتاعي يتكون بطريقه مختلفه خالص، غير ان انا اعمل له بوزيشن وسكيل والحاجات دي كلها. طيب هي دي الفرق ما بين ان انا بحوله من الانستليتور للافتر افكت او ان انا اتعامل بيه بالشكل ده زي ما هو موجود على طول. انا دلوقتي عاوز اعمل نفس الشيبس دي على الافتر افكت وعاوز اشوف الفرق ما بينهم وما بين الحاجه اللي جايه من الانستليتور. فلو وقفت على الاثنين دول بس كده وعملت كنترول ال عشان خاطر تعمل لهم لوك وبعد كده دوست كيو من الكيبورد او من هنا دوسه مطوله واخترت هنا مربع ورسمت بالشكل ده، وبعد كده دوست اف 2 بس عشان خاطر يسيب الشيب لاير دي، وادوس هنا دوسه مطوله تانية واختار الابس تول واقف في النص هنا وادوس الت وكنترول وشيفت عشان تبقى عندي طالعه من المركز بتاع السحب عندي. كده احرك ده بس كده شويه، بعد كده خلاص الاتنين دول انا مش عاوزهم هقفلهم دلوقتي. كده ادوس بس هنا ام وادوس شيفت علامه حرف الظهر. دلوقتي انا لو دوست على حرف الفي من الكيبورد عشان امسك المربع وليكن، بعد كده دوست هنا على السهم ده، بعد كده فتحت الكونتنت هيبدا ان هو يقول لي هنا في ريكتانجل موجود، فادوس كده هلاقي عندي كذا حاجه برضو موجودين. من هنا دوسه كمان والاقي ان انا ممكن اعدل في السايز بتاعي بالطول او العرض. ممكن مش بس سكيل، لا ممكن افك العلامه دي ويفتح هنا يكبر من الطول او يكبر من العرض. هل بس كده؟ لا، عندي بوزيشن مختلف غير البوزيشن بتاع اللاير نفسه عشان لو عندي اكتر من الشيب جوه الشيب لاير. طيب هل بس كده؟ لا، ممكن كمان ان انا اعمل راوندنس هنا وازود القيمه. طبعا ده ممكن يتعمل بكي فريمات، يعني ممكن احط هنا كي فريم في الراوند واروح مصغر دي كده خالص واجي هنا بعد ثانيتين واخلي دي كده كام؟ 0 تاني، ارجعها 0% او 0 بالظبط. اجي اشغل كده فبالتالي انا هنا عملت ايه؟ عملت انيميشن موجود عندي. تمام. نفس الكلام عند الدايره، لو فتحنا هنا هنلاقي الكونتنت بتاع الدايره مختلف شويه عن المربع لان هو ده إلابس ففي سايز وفي بوزيشن برضو.
وفي شويه حاجات طبعا لو انا عندي ستروك بيبقى فيه خصائص معينه، لو عندي الفل برضو بيبقى ليه خصائص معينه، ممكن اغير اللون بتاعه. كل الحاجات دي خصائص بتبقى موجوده بزياده عندي غير لما ادخل حاجه من الاستليتور. طيب لو انا عاوز احول الباص ده اتحكم فيه زي ما كنت بتحكم فيه من شويه، ان هو ما يبقاش بتحكم في السايز والكلام ده، انا عاوز امسك الفيرتكس بتاعتي واحولها واتحكم فيها بشكل احسن، بدوس هنا كليك يمين وبدوس هنا convert to bezier path، وبعد كده ادوس عليها. بعد كده ادوس على الباص هنا، هلاقي ان انا اقدر اتحكم في كل فيرتكس على حده. واقدر كمان ان انا اضيف نقط زياده هنا عن طريق ان انا بقف بالبن تول بيجيب لي علامه الزائد، فادوس هنا وادوس هنا، وممكن اروح ساحبهم بالشكل ده واغير الشكل بتاعي زي ما انا عاوز. طبعا احنا مش بنعمل الحاجه بالشكل المشوه ده، لكن ده بيديني اريحيه في التعامل وبيخليني اقدر اتحكم في الشيب بتاعي بشكل قوي. شكرا يا اصدقاء، طولت عليكم. احنا هنا مهتمين في اللوجو انيميشن والشيب لايرز وكل ما يخص الموشن جرافيك. لو مهتم اعمل لايك وتابع واعمل سبسكرايب وشارك الفيديو مع غيرك. اشوفك في فيديو جديد. سلام عليكم.